السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلاب الصف السادس الثانوي، هناخد النهارده درس التفلسف وعلاقته بالقيم. طبعا بيقول لك التفلسف أهميته وعلاقته بالقيم تشبه العلاقة بين الوردة ورائحتها. تاني، التفلسف وعلاقته بالقيم تشبه العلاقة بين الوردة ورائحتها. يعني الريحة بتاعت الوردة دي يا شباب، هل حد كده يقدر يفصلها؟ هل أقدر أفصل الريحة عن الوردة؟ أفصلهم عن بعض؟ لا طبعا. يبقى التفلسف والقيم بينهم مرتبطين ببعض. تمام؟ يبقى فكما أنني لا أستطيع أن أفصل الوردة عن رائحتها، لا أستطيع أن أفصل التفلسف عن القيم. طيب، مفهوم التفلسف هو ضرب من النظر الايه؟ النظر العقلي. يبقى عندي يا شباب التفلسف هو ايه؟ هو ضرب من النظر الايه؟ العقلي. طب كلمة ضرب دي معناها ايه؟ كلمة ضرب معناها نوع أو وسيلة أو طريقة. يبقى هو ضرب من النظر العقلي الذي يهدف إلى معرفة الأشياء على حقيقتها. يبقى أنت بتفكر، عندك وجهة نظر، يبقى إحدى أنواع وجهات النظر التفكير. أنا بفكر ليه؟ عشان أوصل إلى أن أنا إيه؟ أعرف الأشياء على حقيقتها، أوصل لجوهر الشيء، أبحث في الموضوع أو في لب الموضوع حتى أوصل إلى حقيقته. مفهوم التفلسف عند الفيلسوف الأمريكي جوزايا رويس. التفلسف عنه بيقول لك هو ايه؟ هو ذلك النشاط الفكري. يعني برضه نفس الكلام، تفكير، انت بتفكر وجهة نظرك، ذلك النشاط الفكري الذي يتناول حقائق الحياة. يبقى انت بتفكر في ايه؟ في الحقيقة، انت عايز توصل لحقائق الحياة كلها. تمام؟ واستخدام النظرة النقدية الفاحصة. وطبعا كلمة النظرة النقدية الفاحصة يعني ايه؟ يعني انا ما بقبلش الحاجه بدون ما ادرسها كويس جدا. بدأ من قبول الامور على علاتها، يعني ما تقبلش حاجه زي ما هي وخلاص. ما ينفعش اقول لك اعمل كذا تقول لي حاضر وخلاص. انت فهمت انا بقول لك ايه؟ لا. يبقى قبل ما تقول انا موافق او رافض لازم تفهم كويس جدا الموضوع. تمام؟ يبقى في حاجه اسمها نظره نقديه فاحصه بدلا من قبول الامور على علاتها. طيب يا شباب، بيقول لك ان التفلسف لا يمكن ان ينمو في بيئات تمارس السيطره والقهر. التفلسف لا يمكن ان ينمو في بيئات تمارس السيطره والقهر. التفلسف ده بيبقى عايز نوع من انواع التربيه النفسيه الحديثه، مش يطلع ابني متفلسف او عنده وجهه نظر او عنده حريه. عندي مثلا التفلسف لا ينمو في بيئه أسرية لا تسمح بالحوار. في بعض البيئات يا جماعة الأسر يعني ما عندناش حاجة اسمها حوار. تلاقي الأب كده متسلط أو الأم بيجي الطفل مثلا يتكلم، لا اخرس ما تسمعش نفسك، مش عايزين كلام ولا حكاية رواية، ويكتموه كده ما ينفعش يتكلم. غلط. ابنك عايز يعني مثلا في موضوع ما عايز يقول رأيه، لو أنت مش عايز ابنك يقول رأيه يبقى الموضوع اللي أنت بتتكلم فيه ما تتكلمش فيه قدام ابنك أصلا. تمام؟ يبقى إذا إيه؟ هنا لازم أسمح لابني إن هو يقول رأيه أو يقول وجهة نظره، ومش عيب ولا حرام. وبيئة تعليمية وتربوية تعتمد على الثلاثية. في بعض يعني المعلمين أو البيئات التعليمية ماشيين بثلاث حاجات، اللي هو إيه؟ تلقين حفظ استذكار. تلقين حفظ استذكار. يقول لك احفظك ويسمع لك، يقول لك احفظك ويسمع لك. فهمت حاجة؟ لا، ما ينفعش. يبقى لابد احنا ايه؟ يكون عندنا منهج افضل للفهم مش الحفظ وخلاص. وايه تاني؟ في بيئات بتمارس السيطره والقهر، مثلا اجهزه اعلام لا تؤمن بتنوع الافكار والاراء، فلابد يكون الاعلام فيه ايه؟ تنوع افكار وتنوع اراء. تمام؟ ويكون فيه يعني وجهات نظر متعدده. طيب، التفلسف يا شباب مهم عند ديكارت. تعالوا نشوف مع بعض اهميه التفلسف ايه. اول نقطه عندنا قال لك ديكارت بيقول لنا ايه؟ ان التفلسف او الفلسفه لوحدها
هي التي تميزنا عن الأقوام المتوحشين والهمجيين. يعني البيئة اللي فيها تفلسف بيئة راقية، البيئة اللي ما فيهاش تفلسف بيئة متوحشة، بيئة همجية. يعني مثلا بص كده لبعض الأماكن اللي هم عايشين في أفريقيا كده، من جنوب أفريقيا، وفي غابات الأمازون أو الغابات الاستوائية أو أي أماكن من الأماكن اللي هي البدائية دي، هتلاقي عندهم تفلسف؟ لا، والناس عايشة بطريقة همجية، بطريقة وحشية. زي اللي كان موجود في الفيلم بتاع رامز جلال تقريبا، اسمه رامز جلال، تمام، اللي هو كان اسمه مراتي وزوجتي، لما سافر الغابات وراح يعمل لهم هناك نت وكده. شفتوا طبعا في الفيلم اللي حصل، متوحشين، هجموا عليهم وبتاع وربطوهم واخدوهم، كانوا عايزين ياكلوهم وحاجات من كده. تمام؟ يبقى البيئات ما فيهاش تفلسف. تقاس حضارة الأمم وثقافتها بمقدار شيوع التفلسف فيها. يبقى مثلا الأمة دي أو هذه الحضارة متقدمة ولا لا؟ أو عندها رقي ولا لا؟ شوف التفلسف فيها موجود ولا لا؟ التفلسف الصحيح. وأجل نعمة ينعم الله بها على بلد من البلاد أن يمنعه فلاسفة حقيقيين من ربنا عز وجل. يعني البلد دي فلاسفة بجد، زي ما حصل مثلا مع انجلترا. يعني كان عندك مثلا برتراند راسل الانجليزي، وجون ستيوارت ميل، تمام، عندك ايمانويل كانت الالماني، عندك فلاسفه كتير جدا، تمام، ليهم دور كبير في تقدم الدول بتاعتهم، تقدم المجتمعات. إن المرء الذي يحيا دون تفلسف يظل مغمضا عينيه لا يحاول أن يفتحهما. يبقى الشخص اللي عايش من غير تفلسف يا جماعة عايش مغمض عينه، وعايز اللي يسحبه كده، تمام، مش عايز يفتح عينيه، مش عايز يشوف. يبقى التفلسف ده يخليك شخص متفتح. لا يمكن أن يقارن التلذذ برؤية كل ما يستكشفه بالبصر بمعرفة الأشياء التي تتكشف لنا بالفلسفة. المقصود ده إيه؟ إن الحاجة اللي احنا بنعرفها بالبصر حاجة سطحية بس، أنا شايف كذا، شايفه بعينيا من بره. أما الفلسفة بتوصلك إلى جوهر الشيء، إلى داخله، تمام؟ يبقى الأمتع إيه؟ إن أنا أشوف حاجة من بره ولا أعرفها من جواها؟ أعرفها من جواها. زي اللي واقف على البحر بيبص على البحر من فوق، غير الغواص اللي بيغطس تحت المية وبيشوف بقى الأسماك والأعشاب المرجانية وغيره، فبيستمتع أكتر. تمام؟ زي مثلا الناس بودي لانجوج اللي هو الجسد، بيبقى عنده بيستمتع أكتر بالتعامل مع الناس من غيره، لأن يعني بيفهم اللي قدامه من حركاتهم. تمام؟ وإن شاء الله في قريب هعمل لكم إن شاء الله كورس عن البودي لانجوج عشان يعني تتعلموا ازاي إيه تفهموا الآخرين وتتعاملوا معاهم بلغة الناس. طيب. وأيضا يا جماعة من أهمية التفلسف، التفلسف ينتج عقولا إيه؟ عقولا ناضجة. يبقى أنت لما تتفلسف هتلاقي عقلك ده أكثر نضجا، أكثر إيه؟ نضجا. بيبقى عندك سماحة، تستحمل الناس، سعة أفق، تمام؟ والتفلسف ينتج شخصيات مستقلة، طبعا مستقل يبقى على عكس الشخصية الإمعة. الشخصية الإمعة اللي هو الشخصية التبعية، اللي احنا عليها ايه؟ ده دبدوده، ده فكك منه، ده انسان ماشي ورا الناس وخلاص، معاهم عليهم. لا طبعا، احنا عايزين نكون شخص مستقل، يعني ما يتبعش اي حاجه وخلاص، ويبقى عنده شجاعه طبعا، وعنده صراحه، ويقول الصدق، ويبقى عنده ثقه بالنفس، تمام، شعور بالمسؤوليه. كل الكلام ده بيجي عن طريق التفلسف. ايه تاني عندنا؟ بدون التفلسف يوجد التعصب. اي شخص ما عندوش تفلسف يا جماعه شخص متعصب. يعني متعصب مش بيتنرفز، لا، النرفزه اللي اسمها انفعالات. التعصب ده اللي هو التشدد، تمام؟ تيجي تقول له الكلام ده ما ينفعش، الكلام ده غلط، يقول لك عليها طلق بنت ثلاثه عن طخ. طب افهم، طب الحكايه، طب الروايه، طب مش عارف ايه، يقول لك ايه عن طخك معاه. هو مخه هنا خلاص ما فيش. طبعا احترام كل الصعايده عشان انا بحب الصعايده اصلا، تمام؟ يبقى يوجد التعصب من غير تفلسف. لازم تسمع وتتناقش وتشوف الرأي الآخر والصح والغلط، تمام؟ بلاش تقفش كده على حاجة واحدة بس من غير ما تتناقش فيه. ويتجه طبعا العقل التعصب ده بيعمل ايه؟ يتجه الإنسان إلى العنف، إنه يبقى يضرب وبتاع وشغل بقى بلطجة، أو العكس، أو يركن إلى السلبية أو الاستكانة، إنه يبقى عنده خمول بقى وإيه؟ وعنده سلبية وعنده استكانة.
إن التفلسف هو السبيل السريع الحقيقي للتقدم. عايز تتقدم صح يكون في تفلسف، عشان في وجهات نظر يمكن اسمع وجهه نظرك واستفاد منها وتكون سبب في ان انا اتقدم. تمام؟ وبغيره يتحول البحر الى بحيره راكده. بص الكلام الجميل بقى. بغير التفلسف يتحول البحر الى بحيره ايه؟ الى بحيره راكده. يعني ايه الفرق بين البحر والبحيره؟ البحيره ميتها طبعا اليابسه متحيطه من جميع الجهات، فميتها مش متجدده. اما البحر الميه بتاعته ايه؟ متجدده. تمام؟ فانا عايزك يبقى فكر متجدد مش فكر متجمد. طور من نفسك، اعمل لنفسك ابديت، حدث من نفسك. وصدق من قال: كم نحن جوعى للحكمة والمعرفة، كم نحن جوعى للحكمة والمعرفة ونحن غرقى في بحور المعلومات والبيانات. انا عايز اقول لك ان احنا الناس بتوع زمان ما كانش عندهم ولا نت ولا تلفزيون ولا عندهم وسائل تقدم كده سريعه زي اللي عندنا دلوقتي، وبالرغم من ذلك كان عندهم حكمه. تمام؟ فاحنا في الزمن ده عندنا كل انواع التكنولوجي بس الحكمه قلت. فالناس بتوع زمان ممكن تلاقي مثلا ما دخلش مدرسه اصلا وتلاقيه شخص حكيم. وبكده يا شباب نكون خلصنا اول درس في التفلسف، وان شاء الله تعالى هنكمل مع بعض في الحلقات القادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.